دلوقتي انت جاهز، بس اول خطوه هي اهم خطوه. لو غلطت فيها كل اللي بعده بيبقى متلخبط. لو حسبتها صح الطريق بيكمل معاك بسهوله. اختار المشروع المناسب لطريقتك. لو بتشتري عشان تستثمر دور على المشروع اللي حواليه حياه، ناس بتبني، خدمات بتظهر، شارع هيبقى شريان حركه. انما لو بتشتري عشان تحافظ على فلوسك ركز على المكان اللي فيه استقرار عمراني. مش لازم يكون متعمر بس باين انه بيكبر كل يوم. المساحه مش رقم، المساحه حياه. ناس بتشتري 150 متر بس التوزيع سيء، وناس تانية بتشتري 130 متر بس كل متر في مكانه. شوف المطبخ، الصالة، شكل البلكونة، حتى اتجاهات الشمس. تقدر ترجع للفيديو الخاص بنسبة التحميل، هتلاقيني شارح ليك بالظبط يعني ايه نسبة تحميل وتأثيرها على مساحة الشقة، وازاي شقة واحدة ممكن يبقى لها اكتر من نسبة تحميل. وده هتلاقي اللينك بتاعه في الكومنتات تحت. اعرف العقد والجدول الزمني. ما تسألش بس استلام امتى، اسأل ازاي، الخطة ماشية ازاي، هل في مشاريع سابقة اتسلمت، هل الجدول الزمني منطقي. تابع استثمارك حتى بعد التعاقد، تابع مراحل التنفيذ، اسأل على جودة التشطيب، قارن سعر المتر في كل مرحلة تطور. كل ده بيخليك دايما ماسك خط الاستثمار بايدك، مش مستني مفاجآت. وصلت لاخر مرحلة، دلوقتي تقدر تبتدي تدور على الفرصة الحقيقية. استنى الفيديو الجاي هقولك فيه ازاي تلاقي الفرصة الحقيقية فعلا في بيت الوطن وازاي تستغلها.